يا صباح الفل والجمال يا رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا مش متابع الفلوجات اللي فاتت، عارف ان احنا يعني في اسكندريه هنا شرفنا فريق المتحدون بحوالي 35 رايدر سعودي حاجه زي كده، والنهارده طالعين مع الخرتيت الهوندا فاراديرو نقضي اليوم معاهم، واهل اسكندريه وجروباتهم عاملين لهم تكريم، فالنهارده هيبقى اجواء عالميه وسط البايكريه والناس السعوديه. يلا بينا نبتدي اليوم كده ونشوف ايه الكلام. طبعا النهارده الدنيا طالعه بعاصفه رهيبه جدا وفي مطر والدنيا خربانه، وطلعت فكرت اطلع لهم بالعربيه، بس العيون الفيديو ده اللي هتعمل لي عليه لايك دلوقتي انا قلت اطلع بالموتوسيكل. هناخد شتوايه عنيفه يا جماعه، شايفين اصلا الجو صعب، ربنا يستر يعني. فلايكك الحلو عشان احنا بنحاول نعمل لك محتوى وبنجتهد، فان شاء الله يكون ايه ممتع شويه. طبعا في ناس ملاحظين ان امبير السرعه عندي مش بيتحرك لسه، اللي متابع يعني او معرفش بتتابعوا فيسبوك وانستجرام ولا لا، لو مش بتتابعوهم انزلوا تابعوهم. كنت بعمل صيانه فالظاهر اني فصلت الفيشه بتاعت السنسور ده ولسه واخد بالي من الرايد اللي فات، فهنبقى نوصلها ان شاء الله. طبعا فريق المتحدون بقاله يوم صورنا فيه ويوم في النص، انا بصراحه كنت مسافر عندي شغل، والنهارده اليوم الثالث واليوم الاخير ليهم عندنا في اسكندريه. امبارح فاتنا حاجات كتير جدا نصورها، يعني ما شاء الله الناس راحوا محطه مصر بقى اللي عارفينها في اسكندريه، مكان يعني في نص البلد، وكلوا كبده اسكندراني وراحوا القلعه بقى، وبص عاشوا الاجواء الاسكندريه على اصولها يعني. فاتمنى يكونوا انبسطوا، واتمنى نكون يعني الاخوه حبايبنا المصريين عملوا معاهم الواجب، وان شاء الله ايه يعني نقدر نكمل، واحنا اصلا ما فيش ما بيننا واجب يعني، احنا اخواتنا العرب والبايكريه بشكل عام والله العظيم فعلا تحسنا واحد، والناس دي اصلا جماهيرها مغرقانا فوق راسنا يعني جميع الناس. طيب خدنا مهمه كده ظريفه، رحنا للمتحدون عندهم وكان في 2 مراياتهم مكسوره، ويعني فكره حلوه لان احنا عندنا في مصر هنا فكره تصليح الاشياء دي وارده جدا عن فكره تغييرها، فروحنا صلحنا لهم المرايات ورجعت زيرو يا جدعان، تركب واحلى من الجديده حرفيا يعني. يمكن القعده الجديده فيها حته ضعف فعلا دلوقتي خلاص. فلاي حد يعني شرفنا من اهلنا في السعوديه حصل له اي حاجه ايا كان الموديل بتاعها، احنا عندنا هنا بنصلح الحاجه جامد جدا يعني، الفايبر بيتكسر بيتصلح، الكترونيات بتبوظ زي اضاءات او غيره بتتصلح. يمكن عندنا هنا علشان بنوفر يعني، واي دوله على فكره فيها شعب كتير كده بيعرفوا يصلحوا الحاجات كتير يعني، فعندنا بتتصلح وكله 10 على 10. فيبقى نروح نركبها وبعد كده نطلع على الاحتفاليه بتاعت بالليل دي. يعني طيب نروح لبايكاتهم هقلب سعودي ولا ايه؟ هقلب سعودي من اللهجه تنضح علينا دلوقتي. يا اخي متاهه دي، يا اخي عم المتاهه دي، يا عم متاهه سكه. طيب اللي حاصل زي ما قلت لكم، هو في مرايات منها مثلا المرايه دي الغريبه ان مكسوره في الاتنين جولد وينج دول جنب بعض، اللي هنا اليمين وهنا اليمين، فيعني عشان لو حد احتاج حاجه من كده وهو من دوله تانية، احنا عندنا بنلحم ونظبط البلاستيكات، فهنا في شرخ اهو اتلحم وبقى زي الفل. باقي المرايه دي هنحطها هنا. يلا الحمد لله خلصنا التركيب يا سيدي. شايفين والله حاجات افكار مصر جميله يا جدعان ما شاء الله. الاتنين ركبوا زي الفل، والمرايه كمان فصلنا لها مرايه اللي هنا دي هناك مكسوره، ففصلنا لها مرايه، بس مشكلتها ان هي المرايه دي بتبقى مقعره او باين، اللي هي المكسوره هنا دي بتوريك رؤيه اكبر، فاحنا اللي عملناه بتاعت العاديه فمش احسن حاجه. يمكن المكسوره دي تديله اداء احسن من اللي مش مكسوره. بيفرق في ايه؟ لو الطرق ضيقه بيبقى في نقط عاميه مهم انك تشوفها يعني، بقى كده احسن يعني الوضع. يلا بينا على الايفنت. احنا زعلانين ان الرالي بيخلص والله اقسم بالله، وانتوا فوق دماغنا واسعدتونا بمجيش. ربنا يحفظكم جميعا. دايما الناس بتكون متجمعه زي ما انتم شايفين، وبيرحبوا بكل الحاجات اللي حصلت في الايفنت زي ما انتم شايفين، سواء بقى ناس كانوا متعاونين سواء الامن. بصراحه يعني الناس دول نورونا، واتمنى ان احنا ما كناش قصرنا معاهم،
ولو حد فيهم بيشوف الفيديو ده يحط لنا كومنت تحت كده هنا. مصطفى الشريف رئيس فرق المتحدون، واهم القاده يعني الموجودين، سواء رئيس السودان، ليبيا، غيره. وهنا الجمع الكريم الجميل ده، ناس كتير جدا بتسال التجمعات دي محطوطه ليه. زي ما قلنا بتأصل شويه الفكره ان ما بين الجروبات يبقى في موده، يبقى في سهوله لو بايكر راح مدينه تانية او بلد تانية يلاقي اللي يدعمه ويفهمه ويكون معاه، فالتواصل بيكون دايما موجود هنا يعني، فده شيء جميل. وبيعملوا لهم تكريمات بسيطه، دول الكباتن بيتكرموا من كباتن المصريين، فيعني نورتونا يا جماعه. دي كانت الاجواء يا جماعه الصراحه اللي ما بين البايكريه. قلت اخدكم كده في يوم ظريف اعرفكم الفكره اللي حاصله ما بين الموتوسيكلات. دايما اللي بيسوقش موتوسيكلات فايته كتير قوي، يعني رياضه على قد ما فيها متعه وترفيه، وفيها يمكن يعني بنشوف ناس جنسيات اخرى وثقافات اخرى، وبنسافر بلاد وفيها سفر وحاجات كتير جدا، على قد ما فعلا هي تستاهل ان كل واحد يجربها ويستخدمها بشكل صحيح. يعني البس السيفتي بتاعك وانبسط وخليك في امان وانبسط يعني بكل المعايير. اتمنى يكون الفلوج ده ممتع وخفيف وظريف على قلبكم. ادونا لايكاتكم وحاجاتكم الظريفه. اشوفكم ان شاء الله في الفلوجات اللي جايه. السلام عليكم.